واضح إن ياسمين عبد العزيز لسه محتفظة بلقب ملكة خفة الدم حتى في وسط الخلافات. ياسمين معروفة إنها ما بتحبش تدخل في خناقات وتصريحات مباشرة مملة، وبدلاً من كده بتستخدم سلاح الكوميديا السوداء أو التلقيح بشكل يخلي الجمهور يضحك وفي نفس الوقت يوصل الرسالة. إليكي تحليل سريع للي حصل ده وليه هو ترند حالياً. كواليس القصف الكوميدي: استخدام الزعيم، اختيار صورة عادل إمام بملامحه المندهشة وعليها جملة "هو أنا عملت كل ده؟" هو قمة السخرية. هي هنا بتبين إن الاتهامات مبالغ فيها لدرجة الضحك. تكتيك التجاهل الذكي: بدلاً من الرد ببيان رسمي أو تكذيب طويل، ياسمين اختارت إنها تظهر في صورة الشخص المغيب اللي مش فاهم الناس بتقول عليه إيه، وده في حد ذاته بيقلل من حجم التصريح اللي اتقال ضدها. تفاعل الجمهور: الطريقة دي خلت الناس تنسى خناقة اللجان وتركز في خفة دم ياسمين، وده ذكاء اجتماعي كبير جدا في التعامل مع السوشيال ميديا. هل الموضوع انتهى؟ في الوسط الفني، الردود اللي من النوع ده غالباً بتنهي الجدل بشكل مؤقت لأنها مش بتسيب مسكة قانونية أو كلام صريح حد يرد عليه، لكنها في نفس الوقت بتخلي الطرف التاني في موقف محرج. نقطة للتأمل: ياسمين دايماً بتعتمد على حب الناس التلقائي كدفاع أول عنها، وده اللي بيخلي أي هجوم عليها يقلب لصالحه في الآخر.